بيكم في الجزء الثاني من الحشاشين. في الجزء الاول اتكلمنا عن ازاي بدأوا لحد ما بقى عندهم قلعة الموت. النهارده بقى جايب لك تفاصيل حياتهم من ساعة ما دخلوا القلعة لحد نهاية قصتهم. فلو ما شفتش اول جزء روح شوفه وبعدين تعالى كمل الجزء ده. لو مشيتوا ورايا هتدخلوا الجنة. ربنا اداني علم واسع افيدكم بيه زي ما استفدت انا كمان بيه. انا العالم الاكبر حاكم الراية وموحد الصفوف. وده اللي حسن الصباح كان بيقوله لجماعته. ومن الالقاب اللي اتقالت على حسن الصباح خازن الجنان، جمع جنة يعني مش جنان. وده احد اسباب تأثيره الكبير على الناس كانت شايفة ان في ايده مفتاح الجنة. ومن مكر وذكاء حسن الصباح بما انه مسيطر على القلعة زي ما قلت لك في الجزء اللي فات، خلى الاهالي اللي كانوا ساكنين قبليه في القلعة دي يزرعوا محاصيل في القلعة وحوالين القلعة، مع ان المكان اللي هم فيه اساسا الزراعة فيه صعبة لان هم 6000 قدم فوق سطح البحر. بس كان بيعمل حسابه احتياطي علشان لو حد حاصرهم لفترة كبيرة يبقى عندهم اكل في القلعة، لانه كان عارف اول ما يبدأ في خطته ناس كتير هتيجي تحاصر القلعة. فكان بيعمل حسابه ان مهما يقعد الحصار في اكل موجود ومش محتاج ينزل من القلعه، الاكل كده كده موجود عنده. بس بما ان الزراعه على الارتفاع ده مستحيله تقريبا وكمان مفيش تربه كفايه، وعشان ارتفاع القلعه دي عالي جدا فاستفادوا من النقطه دي في حاجه مهمه جدا، وهي ان هم كانوا شايفين كل اللي داخل واللي طالع من المدينه سواء تجار او ناس بتسافر عادي. وقالوا طب ما احنا بدل ما نتفرهد في الزراعه ونستنى وفي الاخر المحصول ما بيبقاش كتير، طب ما نثبت الناس اللي تحت دي. وفعلا عملوا كده، كانوا بينزلوا للناس اللي جايه لهم دول او المعديين من تحت القلعة وكانوا بيعرضوا عليهم مذهبهم الشيعي. اللي كان بيعجبه المذهب وبيوافق عليه كان بيطلع معاهم القلعة ويعيش معاهم خلاص، واللي ما كانش بيوافق كانوا بيقلبوه وبياخدوا كل اللي معاه من اكل ذهب هدوم كل حاجة وبعدين بيخلصوا عليه، لان كان مبدأهم الاغتيال مش الحرب، لان هم كده كده ما عندهمش جيش ومعهمش اسلحه متطوره. هم عددهم قليل واغلب اللي معاهم خناجر واسلحه عاديه، بس عندهم عقيده انتحاريه ومش بيخافوا من الموت. وده بقى سلاح بيخوف اكتر من اي سلاح تاني، لان ده واحد انت مهما كان السلاح اللي انت داخل بيه عليك هو مستني يموت، ما عندوش مشاكل قشطه. بالعكس ده كمان لو خلص منك ومعرفش يخلع بيقتل نفسه في ساعتها. ايوه هو اللي بيخلص من نفسه مش بيستنى حد يخلص عليه. فهو كده كده رايح عارف ان هو ايه، خلاص انا رايح اي مشوار مش راجع تاني. والموضوع بتاع ان هم يثبتوا الناس اللي بيعدوا من تحت القلعه دول فضل مستمر شهور لحد ما دولة السلاجقة بدأوا ياخدوا بالهم ان في حاجة غلط بتحصل. الناس بتعدي من هناك بتختفي. والسلاجقة دول لو مش فاكر كانوا هم اللي بيحكموا بلاد فارس وقتها. قلت المعلومة دي في الفيديو اللي فات، ولو انت فوتت الفيديو اللي فات اديني عرفتك. فراح وزير من السلاجقة دول قال لك لازم اخلص على الناس دول علشان وقفوا لنا التجارة والناس بقت خايفة تيجي البلد بتاعتنا. فجمع جيش وراح حاصر القلعة وكان عايز يروح يهاجمهم. بس اول ما وصل القلعة اتصدم، لقى كل الطرق تقريبا بتشيل نفر او اتنين. فلو عايز يطلع الجيش كله مش هيعرف يطلع الجيش مرة واحدة، هيطلعوا واحد واحد او اتنين اتنين، واكيد هيطلعوا هيلاقوا الحشاشين فوق. فخلاص اللي هيطلع ده معروف مسيره ايه. فقال لك انا هحاصرهم لحد ما هم الاكل اللي معاهم يخلص وينزلوا لي. وهنا خطة حسن الصباح كانت صح. انت صح الصح والكلام ده صح الصح. وهنا ما كانش يعرف بقى ان حسن الصباح عامل حسابه. فالوزير ده في الاخر زهق من كتر الحصار ومشى ومعرفش يعمل اي حاجة. والموضوع ده اتكرر كتير ولا مرة وصل لنتيجة. كان على طول يروح يحاصروا وهم قاعدين فوق بياكلوا ويشربوا براحتهم وهم اللي متعذبين تحت. والوزير ده قرر الموضوع ده كذا مرة وكل مرة كان بيفشل. وهنا الصباح قال بقى كفاية بقى كده كتير وانا هوتهم كتير، جاء وقت الرد. وهنا قرر انه يغتال الوزير ده عشان اي حد يفكر انه ممكن يهجم عليهم تاني يفكر 100 مرة قبل ما يفكر ان هو يفكر يهجم عليهم. وجاب اقوى جندي عنده دربه لشهور على التخفي وعلى الاغتيال، ان هو يخلص على اللي قدامه من ضربة واحدة بس ومن غير ما حد ياخد باله، وفي نفس الوقت تكون كل الناس واخدة بالها. مش فاهم حاجة صح؟ هفهمك. كان شرط من شروط العملية دي انها تتعمل الصبح وقدام الناس كلها عشان الدنيا كلها تعرف مين هم الحشاشين. تاني حاجة بقى في الموضوع ده مبدأ الحشاشين نفسه، يا الاغتيال ينجح يا اللي راح يعمل الاغتيال ده ميرجعش. بمعنى اوضح بيخلص هو من نفسه على طول. وعشان كده كان كل ما حد فيهم يروح يختال حد كان بياخد معاه سم سريع المفعول، عشان حتى لو حد من الجيش التاني او حد من اتباع اللي هو راح يختاله حب ينقذه علشان يقرروا مثلا او يحبسه ويعمل فيه اي حاجه ما يلحقش يساعده ولا يعمل له اي حاجه. السم بياخده بيشتغل في ساعتها خلاص
ما بقاش موجود. وعشان برضه لو نجح في الاغتيال بس هم مسكوه يلحق يعمل حاجه يخلص بيها من نفسه. وكان في شرطين كمان للاغتيال، الشخص اللي راح يعمل الاغتيال ده لازم يكون ليه اسم حركي مش بيتنادى باسمه الحقيقي. وتاني حاجة ان هم كانوا في الاغلب بيستعملوا خناجر صغيرة. واولى عمليات الحشاشين كانت ان هم يخلصوا من الوزير اللي هجم عليهم كذا مرة ده، وكان ده سنة 1092 ميلاديا. والجندي اللي اغتاله من عند الحشاشين ده قعد مراقبه فترة كبيرة وعرف كل تحركاته وعرف بيبقى فين امتى والساعة كام وبيعمل ايه، وحفظ كمان الطرق اللي بيمشي منها. لان زي ما قلنا كان اهم شرط من شروط الاغتيال عند الصباح ان الاغتيال يحصل الصبح وقدام الدنيا كلها، فكان لازم يحفظ هو ايام ايه بيكون فين وامتى. واللي اغتال الوزير اتنكر في زي شحات وقرب للوزير وقعد يشحت منه، فالجنود سابوه، واحد شحات وعلى قده اكيد مش مؤذي، راح مره واحده نط عليه ولحظه ما نط كان الخنجر عدى من جوه قلبه. كل ده في ثواني ومحدش فهم ايه اللي بيحصل ولا حد كان مستوعب اللي بيحصل. وهنا كل الحرس بتوع الوزير اتسمروا مكانهم تقريبا، لان من الخضه محدش كان متوقع ان حد يعمل كده والصبح وقدام البلد كلها ووسط الحرس كمان. في الموضوع ما كانش داخل دماغ اي حد. ومن بعد العملية دي اتشهروا الحشاشين جدا، ومن هنا السلاجقة اتأكدوا ان هم لازم يخلصوا من الطائفة دي خالص، لان هم لو كملوا بالشكل ده هيخلصوا عليهم كلهم. وقبل ما يفكروا السلاجقة هيعملوا ايه مع الحشاشين، قرروا الحشاشين نفس الحركة تاني مع الوزير اللي بعديه على طول. اول ما اتعين ملحقش يفرح، ملحقتش تتهنى يا حبيب، وبدون ما يعمل لهم حاجة اساسا، بس هو كده عشان يبينوا ان هم قادرين يعملوا ده في اي وقت مع اي حد. ومش بس الوزراء اللي كان بيحصل معاهم كده، حتى الامراء اللي كانوا هيمسكوا الحكم بعد كده كانوا بينقوهم واحد واحد. فاضيين النهارده نعمل ايه؟ روح اغتال الامير. وكل ده من اجل العنف وبس، عشان الناس تخاف منهم. طب هتقولي طب ازاي واحد هيروح يغتال واحد تاني وسط الحرس قدام الناس وسط الدنيا وهو عارف ان احتمال كبير لو راح مش هيرجع تاني؟ زي ما قلت لك ما كانوش بيخافوا من الموت، لان حسن الصباح كان مفهمهم ان هم بيعملوا كده في سبيل الله، ولو مات او انتحر بالسم كده كده هيدخل الجنة على طول. فهمهم ان هم كده هيبقوا شهداء. المهم عنده ان هما ميتمسكوش، والمهم عند اللي بيختال ان هو يدخل الجنة. فجمع الاتنين مع بعض وبقى يعمل اللي هو عايزه. وفضل الحشاشين على كده لحد ما توفى نزار. والنزار ده كان الراجل الاول في الشيعة الاسماعيلية. وهنا بدأوا باقي الحشاشين يسألوا الصباح السؤال ده، طب طالما اكبر واحد فينا مات احنا هنكمل ليه؟ بندافع عن ايه كده؟ خلاص خد بقى الصدمة خد. قال لهم ان نزار ده هو المهدي المنتظر، وروحه بتراقبنا من فوق دلوقتي، لازم تستمروا وتكملوا في اللي بتعملوه علشان ما يزعلش منكم. ولو ما تعرفش في المهدي عند الشيعة حاجة كبيرة جدا، لدرجة ممكن يحاربوا الكوكب كله علشانه لو ده هيخليهم محبوبين ربع حبحوبة منه، اللي هو ربع الحب يعني. ما عرفتش اصغرها بطريقة تانية معلش. فتخيل بقى ده قال لهم ان هو بيتفرج عليكم دلوقتي ولازم تخلوه مبسوط علشان يحبكم. تفتكر هيبسطوه ازاي بقى؟ ايوه، بان هم يسمعوا كلام حسن الصباح. وفضل الصباح يبني جيش من المختالين، والحشاشين اتعلموا التخفي والتنكر والاغتيال بطريقة ما حدش وصلها في التاريخ كله. اكتر ناس قدروا يتقنوا التلاتة مع بعض، وعشان كده في الاغلب كانت نسبة نجاحهم في عمليات الاغتيال عالية جدا، لان الناس بتكتشف ان هم كانوا موجودين بعد ما بيخلصوا اساسا. نيجي بقى للسؤال المهم اللي انا متأكد ان هو عمال يدور في دماغك من الجزء الاول اساسا، هو ليه اسمهم الحشاشين؟ ليه بيحششوا؟ بيحششوا؟ اتقل هقول لك. تحب انت استغفر الله استغفر الله، احنا في رمضان. بيتقال ان حسن الصباح كان بيجيب جماعته الحشاشين دول، وكان مع الزرع اللي بيخليه يزرعوه كانوا بيخليوهم يزرعوا حشيش، وكان بيجيب الحشيش ده ويطحنوا مع عصير من غير ما يعرفوا وبيشربهم العصير ده. ولما بيعملوا دماغ بقى بياخدهم لمكان كله انهار وميه وزرع وجناين، ولو عرف يجيب ستات بيجيب، وبيقول لهم ان انتوا دلوقتي في الجنه، دخلتكم الجنه. وقرب ما يقرب يفوق يشربوا العصير تاني فيعمل دماغ تانية، بس المره دي بيطلعوا بقى من المكان ده، بيرجعوا القصر تاني وبيقول له انا دلوقتي طلعتك من الجنه، اسمع كلامي وهرجعك جوه تاني. ودي قصه منتشره، واحب اقول لك ان كل اللي قلته ده غلط وفسا، لان اصلا الجو اللي كانوا عايشين فيه زي ما بقول لك مش صالح ولا كويس للزراعه، وما كانوش بيعرفوا يزرعوا اكل ياكلوا بشكل كافي، هيزرعوا حشيش، وكانوا اغلب اكلهم من الناس اللي بيثبتوهم. ده غير كده الموضوع هيبقى مفقوس، هيبقى الناس اللي معاه في الجماعه هيعرفوا ان هو بيضحك عليهم بالحشيش ده، لان هم اللي زارعينه اساسا. طب ايه بقى ليه اسمهم حشاشين؟
ليه؟ بص يا سيدي، لفظ الحشاشين ده جاء من ان هم كانوا بيزرعوا حشائش مش حشيش، حاجات شبه الجرجير والخس والحاجات دي، عشان كمان مش بتبوظ بسهوله. ده غير كمان ان الجو فوق ساقع، فبما انها مش بتبوظ بسرعه والجو ساقعه فهتقعد وقت كبير، فيقدروا نوعا ما يزرعوا كميات وياكلوا منها براحتهم وهم متحصرين، وكده ضامنين اكل مش هيبوظ بسرعه. وبعد سنين كتير اتوحشت فيها جماعه الحشاشين، بدأ حسن الصباح يعجز ويتعب لحد ما توفى في سنة 1124 ميلاديا. ولما توفى حسن الصباح حصلت حاجة ما كانش في دماغه في يوم من الأيام إن هي ممكن تحصل لو ما بقاش موجود في الجماعة، والحاجة دي إن الحشاشين بقوا مرتزقة، اللي عايز يخلص من أي حد بيدوهم فلوس يروحوا يخلصوا له عليه. ما بقاش في عقيدة خلاص وبيحاربوا عشان الطائفة، عشان يكبروا، عشان الشيعة. هات فلوس أروح أعمل لك اللي أنت عايزه. وساعتها على حظهم كان في صراع بين الأمراء، واكيد الصراع ده كان في دولة السلاجقة وهم عايشين هناك، فكان الامراء بيدفعوا لهم فلوس علشان يخلصوا على الامراء التانيين. واكيد انت عارف ريتشارد قلب الاسد، حتى ده بنفسه استعان بالحشاشين علشان يسهلوا له طريقه، لان اكيد سمعت عن الحملات الصليبية. وريتشارد قلب الاسد خلاهم يختالوا كونراد اللي كان وقتها ملك بيت المقدس. فالموضوع زي ما انت شايف عدى ان هم بيخلصوا من امراء ووزراء مضايقينهم، دول بقوا يخلصوا من ملوك. وهنا اتجمعت دولة السلاجقة وقالوا خلاص بقى لازم نخلص عليهم، وهاجموا كل حاجة تخص الحشاشين في البلد كلها الا القلعه، ما قدروش عليها برضه، وعادي ولا فرق مع الحشاشين، فضلوا زي ما هم عادي، دمر كل حته بس سيب لي القلعه واطلع لي بقى لو تقدر. وفضلوا زي ما هم على مدار السنين لحد ما وصلوا ان هم كانوا عايزين يخلصوا من صلاح الدين الايوبي نفسه. بس ده صلاح الدين الايوبي ليه بقى كانوا عايزين يخلصوا منه؟ لان صلاح الدين كان سني وهم شيعه، ولما سيطر صلاح الدين على مصر خلص على الدوله الفاطميه كلها اللي كانت كلها شيعة، والحشاشين كمان شيعة، فعشان كده كانوا بيكرهوه وعايزين يخلصوا منه، علشان زي ما تقول كده عمل لهم ابادة جماعية. لدرجة بقى ان هم المفروض كمسلمين شيعة اتعاونوا مع الصليبيين اللي هم مسيحيين اساسا ضد صلاح الدين اللي مسلم زيهم المفروض، وحاولوا مع الصليبيين يختلوه مرتين والمرتين فشلوا. وهنا قرر صلاح الدين الايوبي سنة 1176 ان هو يخلص عليهم، وهاجم القلعة بسلاح اسمه المنجنيق. المنجنيق ده سلاح كده بتحط فيه طوب وبيرميه بعيد، فالطوب ده هو مش طوب، بيبقى صخر كبير، فالصخر ده بينزل على القلعة يدغدغها، فخافوا ان هي تتدغدغ عليهم فهربوا ونزلوا له. قال لك خلاص بقى هننزل له، مفيش حل تاني، يا كده يا اما القلعة تنزل علينا هنتدفن. ونزلوا له برجليهم ومسكهم واعتقل اللي اعتقلوا وعفى عن الباقي، وقال لهم خلاص كده مفيش لا مشاكل بيني ولا بينكم تاني. وفعلا طلعوه من دماغهم وهو طلعهم من دماغه، وما تعاملوش مع بعض تاني في التاريخ لحد ما جه هولاكو. بس هولاكو معرفش يعمل معاهم ايه، ففضل محاصرهم لحد ما زهقوا، وبغبائهم اللي كان ماسك القلعه ساعتها استسلم، خاف من هولاكو والمغول، قال لك هيدغدغونا، فقال له انا هعلن استسلامي بس تسيبنا في حالنا. قال له تمام قشطه انزل بس. فنزل له وسمحوا لهم ان هم يدخلوا القلعه، ولما دخلوا القلعه غيروا رايهم، ولعوا في القلعه كلها ودمروها كلها، وخلصوا من الحشاشين كلهم، ما بقوش ولا واحد. حد يامن لهولاكو؟ ده هولاكو. ايه رايك انت بقى في كل اللي حصل ده؟ قول لي بقى في الكومنتات، وما تنساش اللايك وتشترك وتفعل الجرس وتسيب لي رايك في الكومنتات تاني. ولو شايف في حاجه انا ما قلتهاش او فوتها يا ريت تقولها لي في الكومنتات. وبس يا زميلي، سلام.